كرسي الاستحمام السيليكون بناء على ترشيحات امهات كتير لما سالتها بنحمي البيبي في ايه. بصراحه هم رشحوا لي اكتر من حاجه، واكتر حاجه دخلت دماغي وارتحت لها هو كان كرسي الاستحمام السيليكون. تعالوا بقى لما اقول لكم ايه هي اسبابي. اول حاجه بالنسبه لي كان موضوع المساحه، انا كنت عايز حاجه ما تاخدش مساحه كبيره حتى بعد ما تتقفل. فبصراحه كان كرسي الاستحمام بالنسبه لي كان حاجه حجمها صغير، واحطها ورا الحوض بقى، وحده الحوض احطها في البانيو في اي حته، يعني زي ما انتم شايفين كده. تاني حاجه الراحه والامان واحنا بنحمي البيبي، انا كنت بدور على حاجه تكون سيليكون، تكون طريه بالشكل ده، وكمان يكون ليها قاعده ما تتزحلقش بسهوله. يعني انا جربت ان انا احطه عندي على السيراميك من دلوقتي، او ان انا كمان احطه في البانيو. تمام، البانيو كده بيكون فيه بروزات كده ما تعملش حركه، فحطيته قبل البروزات لقيته ان هو ثابت كويس جدا. فدي كانت حاجه مهمه جدا، ان حاجه ما تقدرش تتلقلق معايا بالرغم ان حجمها صغير. وتالت سبب وده للابهات بس، سعره على قد الايد. انا عارف ان انا زي كل الابهات بنيجي في الاخر والسلك بيضرب فينا كلنا، علشان كده بقى انا جايب لك ده في الاخر خالص. سعره كام؟ 410 جنيه. سعره قصاد الحاجات اللي موجوده في السوق هو سعرا مش غالي. هو خلي بالك هو نان براند، عشان محدش يقول لي هو ده براند ايه والكلام ده، لا عادي، هو انا ده جايبه من المنشيه. تمام. انا المميزات اللي انا كنت محتاجها لقيته فيه. هو كرسي استحمام سيليكون، الجزء ده طري، القاعده بتاعته اتفتح وتتقفل، ما بياخدش مساحه في مكان من هنا لو عايز تعلقه، وهكذا يعني. تمام. في حاجات اعلى وبفلوس اعلى، بس انا يعني والله انا شايف ان ده فل شمعه منوره بالنسبه لي. انا بنتي هتقعد 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه نحميها، ده لو دولفين يعني، واكتر من كده يعني خلاص هنطلعها، فانا مش محتاج ان انا اصرف اكتر من كده. انت لو حابب ان انت تشتري حاجه اكتر من كده فطبعا يعني دي حريه شخصيه، وكل واحد على حسب امكانياته. وبس كده، اكتبوا لي بقى في الكومنتات محتاجين تعرفوا ايه تاني عن منتجات الاطفال.